أيامكم سعيدة وأهلا وسهلا فيكم. بأول أسبوع كلنا بنكون متحمسين لنطبخ وبيكون عنا أفكار ومجهزين حالنا، وبس مر أول أسبوع منبلش نفكر شو رح نعمل على الإفطار. رح خبركم على وصفة سهلة وما بتحتاج وقت كتير، دجاج مشوي بالفرن. يلا نحضره سوا. بالبداية نحن بنحتاج نعمل فتحات بالدجاجة مشان التبلة تدخل بقلبها، وبصحن رح نضيف البهارات، رح اكتبها بصندوق الوصف. دبس فليفلة، خل أبيض ومي مع كاسة زيت. منبلش تحريك، منضل منحرك لحتى يتمازج الخليط. بصحن كبير منحط الدجاج ومنضيف التبلة عليها. منضيف ورق الغار ومنعمل فركة للدجاجة بالتبلة. طبعا الدجاجة لازم تتشرب التبلة كتير كتير منيح، ويفضل نحطها بالبراد مدة لا تقل عن ساعتين، وإذا كانت قبل بالنهار بيكون أحسن وأحسن. بكيس حراري بنقدر نشتريه من أي ماركت أو من عند أي بياع فروج، ونحط الدجاجة فيها ورح نضيف عليها الخضار يلي رح نجهزها. بطاطا مقطعة بشكل قطع كبيرة فينا نضيفها، نضيف حبتين بندورة أو قد ما بدكن انتو كيف بتحبوا فيكم تضيفوا. بصل، أي نوع خضار انتو بتحبوا. نضيف باقي التبلة على الكيس مشان تعطي طعم أطيب بكتير. نسكر الكيس بهي الطريقة. طبعا لازم يكون عنا القفل تبع الكيس، هذا بيجي مع الكيس مشان نقفل الكيس بشكل كتير كويس. تسكيرة الكيس شغلة كتير مهمة مشان يستوي الدجاج بشكل كتير منيح. ونحطها بصحن بيركس بفرن على درجة حرارة 180 لل200 حسب نوع الفرن لمدة ساعة ونص. بعد ساعة ونص منشيلها من الفرن ونفتح الكيس ومنفضيها بقلب البيركس، ونرجع منرجعها على الفرن 10 دقايق لتاخد وش. هون بعد ما أخدت وش منظر كتير بشهي. الصورة لحالها بتحكي، أنا ما رح أحكي. أكلة ما بيختلف على حب اتنين، منظر لحاله يفتح النفس. تتقدم مع كريمة توم، يعني الفروش وبالكن نازل نيفا. صحتين وألف ألف هنا. لا تنسونا بالاشتراك والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.